السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بنانيت؟ عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت أبدأ معاكم بقى بالسطح وأوريكم بقى السجاجيد بتاعت امبارح. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. شايفين نشرتها وظبطتها بقى. نشرتها نفس اليوم اللي انا غسلت فيها بصراحة. وسبتها تبات، مع اني مش من هواة ان الحاجة تبات يعني على المنشر او حاجة زي كده. بجد الروتين ده فيه كمية طاقة ايجابية. انا لما بشوف الطيور انا باخد طاقة ايجابية منهم بصراحة. دخلنا بقى عليهم، شوفوا كبروا ازاي، الله اكبر. خلاص كده بدأوا يعتبر. ان شاء الله بإذن الله بكرة او بعده نغير بقى العلف. مش نغير العلف، يعني نضيف معاه حاجة. هضيف معاه شيشة، ولو عندي عيش ناشف هضيف عليه. بس انا ما عنديش عيش ناشف لسه، بقى هنبدأ ننشف بقى العيش. عشان ايه؟ ناخده، يعني نحطه لهم. والحمد لله الحمد لله، والدتي برضو بتنشف لي عيش عندها بقى وباخده منها. تمام. فهقول لها بقى تنشف لي عيش، واني اناشد امي بتنشف لي عيش وبتدهوني يعني. تمام. بصوا بقى، غيرت لهم الميه وغيرت لهم الاكل بتاعهم، يعني حطيت لهم اكل بقى. كان لقيت ما عندهمش اكل، رحت حاطه لهم ورحت مرششه لهم بقى حواليهم كده الميه والجمال بقى كده عشان ياخدوا حبة طراوة. وبطلع لهم برضو مرة تانية بحط لهم تلج في المية لو الجو حر قوي يعني. تمام. احط لهم كل مية فيها قطعة تلج. ترطب عليهم كده عشان الجو حر. اوعي لو عندك طيور تنسيها. تمام، يعني اوعي تنسيها ولا تهمليها حتى لو انت تعبانة. دي ما فيهاش هزار، عشان دي روح هتسألي عليها. الجو حر جدا، عارفين لو في الشتاء عادي ممكن تطلعي لهم مرة واحدة بس. انا بطلع برضو هنا مرة واحدة بس. لو الجو حر قوي وغيرت لهم المية الصبح بدري، بروح ايه، حط لهم قطعة تلج، او بخلي بنوتاتي بقى في الاجازة يعملوا لهم كده. تمام، يساعدوني بقى معايا كده. هما كده 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 ايه، قاعدين فما بيلاقوش حاجة يعملوها، فبخليهم يشتغلوا معايا شوية. وطلعنا نشرنا بقى، غسلت كان عندي حبة غسيل صغيرين. قلت بقى ايه، عشان مكترش على نفسي، لاني بيبقى كتير كده، بيبقى صعب جدا جدا جدا. فالحمد لله يعني بحاول لما اشوف السبتين مليين بس مش قوي، بحاول ايه اخد دورة دورتين كده، فاهميني؟ فبهون على نفسي يعني. المهم بقى دخلنا في ايه. هنعمل بقى حتة اكلة النهاردة. المفروض تبقى هي اكلة العيد يعني انا عارفة، بس أجلتها شوية. ايه المشكلة؟ ما احنا لسه في عيد. كل أيامنا عيد إن شاء الله بإذن الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معذرة بقى يا بنات. حطيت اللحمة دي. أنا طلعت كيس اللحمة دوت، كان عندي في الفريزر اللي فوق، بتاع اللحمة الايه الجمل اللي احنا جايبينها قبل العيد. تمام. هما 4 قطع. رحت حطاهم يتشوحوا زي ما انتوا عارفين، انا بحب تشويحة اللحمة كده جدا. طعمها رهيب يا بنات، رهيب. سبتها بقى تتعمل تتشوح على النار. وحطيت طبعا زي ما انتوا عارفين المية المغلية. يعني لما تيجي تحطي لحمة يعني تشوحيها كده، لازم تحطي مية ايه مع مغلية عليها. تمام. وقلت ايه، اطلع السمنة بقى اللي انا هستخدمها. هعمل في الحلة دي حبة رز صغيرين على قدنا. رحت مطلعة ايه، سمنة روابي بالقشطة معلقة، وايه والسمنة اللي احنا مسيحينها. السمنة انا مستخدمتش دهون خالص النهاردة. بصوا بقى البراد على النار عشان يغلي. وبصوا طلعت ميتها ازاي. بجد يا بنات افضل طريقة للحمة او الفراخ، واطعم طريقة، ان انت تسقطيها على النار تديها ايه تشويحة كده. قطعت رغيف عيش ابيض كان عندي كده، قطعته وحطيت عليه معلقة سمنة. اي معلقة سمنة عندك. انا حطيت معلقة من دي ومعلقة من دي، معلقة روابي ومعلقة ايه السمنة اللي احنا مسيحينها. لسه ما خلصتش والله يا بنات. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب.
يا رب ديمها عليا نعمة واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين، انا وانت. وحطيتها في حطيتها في الاير فراير. العيش عشان يتحمص شوية. هنعمل فتة. بنوتي الصغيرة عايزة فتة، قلت لا ما احرمهاش من حاجة، انا وبنوتي الكبيرة ما بنحبش الفتة، ما بناكلهاش خالص، الحمد لله خير. المهم عملت رغيف عيش واحد. بصوا بقى يا بنات اللقطة دي، تحطي فيها تومية، يعني معلقة توم ومعلقة هريسة شطة، وتسيبيها تاخد وتدي بقى مع نفسها فين، في الاير فراير او يعني اي حاجة، يعني ليه، او حطيه في الفرن يتحمص بس. تمام، لو جايباه محمص حلو برضو مش وحش. انا ما جبتوش بقى محمص، كنت كان عندي طري، فقلت ايه اعمله. لو حطيت حبة كزبرة ناشفة عليها كده وسبتها ايه تاخد وتدي بقى في القلاية بقى 10 دقايق 5 دقايق كده. طبعا اللحمة رحت سقط عليها المية، ورحت ايه نقلها في العين التانية الكبيرة بس كده، ورحت مشغلة في الايه في الصلصة بقى اللي هنعملها. الصلصة يا بنات، بعد ما اتحمرت تومة بقى بالهريسة الشطة، سقيتي عليها حبة خل. يا لهوي على الخل ده، هيودي الحاجة في حتة تانية خالص. وهقولك على تركاية تعمليها برضو في الرز، هتوديه برضو في حتة تانية خالص، والله يا بنات هتاكليه حاف، بتاع الفتة بالذات. وسقطت، وبعد ما سقطت بقى ال الخل، سبته ياخد ويدي ثانيتين بسيطة كده مع الايه مع ال مع الثوم، ورحت سقط عليه ايه البتاع ده الصلصة. وما نسيتش، اوعي تنسي بعد ما تحمير العيش تروحي حاطه عليه ايه معلقتين صلصة بقى من اللي انت بتعمليها دي. عشان كده عملت الصلصة بسرعة كده اول باول. الاكل ما خدش معايا ثواني، طالما حاجتك جاهزة ومحضرة هتعملي ايه وموجود عندك كل حاجة. انا عندي التوم مهروس وهرسة الشطة مهروسة والصلصة متصلصلة. هو بس عملت العيش وطلعت الرز وغسلته وبس، يعني ما فيش حاجة يعني. ومطلعة اللحمة كمان تفك، كانت فكت وتمام. يعني الحر بيخليني بقى اطلع كل حاجة، يعني ممكن اخش اطلع كل حاجة في المطبخ وبعدين اخرج اقعد شوية، اعرف بقى ميعاد الاكل بتاعهم هياكلوا امتى واخش قبليه بساعة اخش اعمله. ما بحبش تسخين الاكل، يعني مش من هواة تسخين الاكل قوي، فاهميني؟ بس ساعات بقى لو ورايا مشوار ولا ورايا حاجة وعارفة ان انا هتأخر فيه، ممكن اعمل لهم الاكل وهم يسخنوا، او انا ايه اجي اسخن، ما عنديش مشكلة. اهم ما في الصلصة ايه قرنين الشطة دول، اهم حاجة عندي، بيودي الصلصة في حتة تانية خالص. طبعا احنا كنا ايه، انا وبنوتي الكبيرة كل واحد خد حتة اللحمة بتاعته، وخد معلقتين صلصة ورز وحبة سلطة، وتمام كده. بجد أكلة جميلة وحلوة، واللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. يا رب ديم عليا صحتي ونعمتك، واحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى التركية بتاعت الرز، ورق الراولة والحبهان تحطيهم الاول يتشوحوا كده في السمنة، وتروحي ايه سقط عليهم الرز طبعا المغسول. انا بجيب رز يا بنات بالايه بالشكارة. فالرز اللي بالشكارة دوت رز زكي المصري معروف، او البلدي. يعني في نوعين رز انا بجيبهم عادي. لو بتجيبي رز الضحى او شركات يعني اكياس معروفة، ده ما بيتغسلش، ده معروف يعني. ف بس انا من هواة بحب غسيل الرز صراحة، بيطلع منه النشا ويطلع منه الايه والرز بقى طبيعي. ولو عندك شوربة للرز لازم تضيفيها. طبعا الفتة لازم ايه رز ابيض، وحطيت شوربة، الشوربة غامقة، حطيت بقى معلقة الخل دي بقى، يا سلام بتودي الرز في حتة تانية خالص. اسقطيها مع الشوربة، هتفتح لك الشوربة شوية، عشان انتوا شايفين الشوربة فيها زي طماطم بقى معمولة وكده. لا هتفتح وهتخلي الرز بيبرق. معلقة الخل دي برضو هتودي الرز في حتة تانية خالص خالص خالص، بالذات للفتة بقى يا بنات.
بتخليه كده ابيض وجميل وشكله حلو ومفلفل وطعمه رهيب للفتة، للرز الفاتح بس. انما الرز قصدي اللي من غير شعرية. تمام. بصوا بقى، بشوف الايه، لقيت القلاية خلصت. رحت واخدة ايه الطبق، مش عارفة اشيل الطبق السيليكون ده بايدي. مش نافع، سخن جدا جدا وهو بيشيل حرارة جامدة جدا، زيه زي الفخار. تمام. فانا ايه، بتعامل معاه كايه طاسة خليته فيها لغاية ما يبرد واطلعه واغسله. طلعت بقى العيش لبنوتي ايه الصغير، انا عاملة طبق فتة صغير على قدها. الف هنا وشفا على قدها على قلبها يا رب. بصوا بقى، طبعا ما تنسيش معلقتين الشوربة، كبشتين الشوربة فيها كده. انا خدت الشوربة كلها استخدمتها في اليوم ده. هي كده كده ايه 4 قطع لحمة، فمش هيعملوا شوربة كتير يعني. وبحب استخدم الشوربة لما يكون عندي شوربة، بحب استخدمها في الحاجة، بتبقى بتخلي الحاجة طعمها احلى واطعم. وكده كده احنا مش من هواة الشوربة، يعني شرب الشوربة يعني. والله يا بنات عايزة اقول لكم وانا بسجل الفيديو اهو، طبق السلطة ده لسه موجود. بس خير خير، احنا مش من هواة السلطة قوي، بس بناكلها لازم تتاكل مع الرز السادة يعني. بناكلها مع حاجات معينة، ومش من هواتها قوي. انا عندي ماما لازم طبق السلطة ده في اي حاجة لازم تحطه، والف هنا وشفا على قلبهم وبياكلوه يعني. انما انا مش من، بصراحة انا وبناتي مش من هواة السلطة قوي يعني، مع ان دي اهم وصحية. لان في بنوتة عندي ما بتاكلش الطماطم، وعندي البنوتة التانية بتاكل الخضرة يعني بتاكل الخضرة وما بتاكلش طماطم، وعندي العكس، تاكل الطماطم وما بتاكلش الخضرة، فبيقعدوا ينقوا بيملوا فما بياكلوهاش. فاهمني؟ طلعت بقى طبق الشوربة الصغنن ده اللي فاضي، يعني طبق الشوربة الصغنن ده على قطعتين اللحمة. واللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. وده كان غدانا. تعالوا بقى اتغدوا معانا، ايه رأيكم؟ احلى فتة يا بنات تاخديها من ايدي، وانا بقى دماغي رايقة كده، وايه بقى مش عايزة اقول لكم. الف هنا وشفا على قلبهم يا رب. يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويديمهم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. ونحب الخير لبعض كده، حب الخير للناس والله هيجيلك. بصوا بقى، ما اسكتش يا بنت اسكتي، لا 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 والله ما اسكت ينفع. كوباية القهوة المتينة اللي بعد الغدا التقيل ده، غدا بقى كله ايه بقى لحمة جملي ولا لا مش نافع. لازم غدا يبقى متين، يبقى وراه ايه كوباية قهوة كده جامدة. وبصوا المواعين اللي ورايا، القهوة حطيتها على النار، اسيب الدنيا كده واقف جنبها واشوف الحوض بتاعي عامل كده؟ لا 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 ما ينفعش. ينفع انا من نوع تعمل كده؟ لا طبعا. صح، انت عارفيني. عايزه اقول لكم والله يا بنات، في زمايلي بيقولوا لي خلاص احنا اتعودنا عليك. بيجوا يقعدوا على الكنبه. انا عارفه ان هم يسمعوا الفيديو ده. بيجوا مثلا يقعدوا عندي على الكنبه، قبل ما يقوموا من على الكنبه يقعدوا على الكرسي مثلا، ولا هينقلوا في حته تانية. عايزه اقول لكم بيوضبوا الكنبه اللي هم قاعدين عليها، والله مش تأديب واصلاح لا. ده طبع فيا يعني. انا ممكن اي حد يبقى قاعد عندي اوضب عادي، لا ما عنديش انا قسم انتي ضيفه ولا ما اعملش، مش عارفه. ده طبع فيا يعني. ممكن اتكلم معاكي وانا بعمل المواعين، تعالوا اقفي جنبي كده وانا بعمل المواعين. خلاص خدوا عليا، بيقولوا لي لا احنا خدنا عليكي على كده خلاص يعني. طب انت هتقفي تعملي مواعين، طب احنا نقف جنبك نعمل ايه؟ يقعدوا يقولوا لي كده. اقول لهم ده ثانيتين مش هتاخد حاجه، ده على ما القهوه تخلص ومش عارفه ايه. ونقعد نرغي مع بعض، اكون خلصت حاجتي بجد. اتعودوا عليا كده والله. يعني مش زعل، ما بيزعلوش ولا حاجه يعني. خلاص اتعودوا. انا بحب الضيف وبحب اكرمه وبحب كل حاجه، بس بحب اخلص حاجتي معاه يعني. فاهمني؟ ف يعني في ناس خدت عليا خلاص يعني، يقولوا لي لا ده طبع فيها يعني، ده طبع فيا مش حاجة يعني. ممكن نتغدى وناكل ونشرب ونفطر مع بعض، ما عنديش مشكلة، بس نخلص بقى اول باول الحاجة كده. فخلاص اتعودوا على كده يعني. مش مثلا في ناس تقولك اقعد مع الضيف الاول واشوفه نشرب الحاجة ونعمل الحاجة وبعدين نبقى اغسل المواعين. لا لا انا مش من هواة الموضوع ده يا جماعة بصراحة يعني. كله خد عليا على كده يعني. ده انا بحب كده جدا، اخلص حاجتي
وابقى قاعده معاكي مش متأزمه، لاني انا من هواة، مش من هواة الناس اللي مثلا في حاجه في الحوض كده اقعد ساكته. زميلتي عندي تقول لي: انا عارفه انت عارفه انت بتفركي عشان الطبقين اللي في الحوض، خشي اعملي لنا قهوه وايه واعملي الطبقين وانت جوه وانا معاكي مفيش مشكله. والله العظيم عندي زمايلي لو شافوني بفرك كده على الكرسي، لا يقولوا لي: لا لا لا، قومي قومي، احنا عارفينك خلاص اتعودنا. انا من هواة الحوض يكون فاضي وثبت الغسيل. يعني بصوا، بالذات بقى المواعين، انا بحب المواعين جدا، بس مشكلتي في ايدي، يعني ايدي بتعمل كده، بتبقى مش عارفة يعني. بس بقى صراحة ما بغير مسحوق المواعين، يعني بتعمل شوية، مش غسيل المواعين يعني مش كتير، يعني عندي مش كتير لان احنا 3 افراد، ومش من هواة الاكل زي ما انتوا عارفيننا بقى، خلاص انتوا عرفتونا. فمواعين ما بتبقاش كتير يعني. وانا بحب المية والرغاوي، يا سلام يا سلام يا سلام. كل فيديو اهو بديكوا مية ورغاوي بقى، شايفين؟ بديكوا حبة طاقة بقى كده. قومي اعملي حاجتك، ما تسكتيش، محدش هيجي يعملها لك يا اختي. قومي قومي قومي، قومي تشملي كده وشمري كمامك. بصوا بقى، عايزه اقول لكم اصلا التصوير بياخد وقت، يعني انت هتعملي اللي انا بعمله ده في اقل من الفيديو، صح؟ صح. ما تبقيش كسليه كده، قومي كده وتنشطي واعملي حاجتك. حاجتك اول باول كده. عارفه هتقعدي رايقه وهتقعدي بقى ياه، وتاخديلك بقى. انا من يعني اكتر حاجات بحبها اقعد اسمع ام كلثوم جنبي، واخد كتاب بقى اقراه. متابعه بقى انا الكتاب اللي هو صورته لكم على فكره وبعته، كن مع الشخص الذي يجعلك سعيدا. انا الكتاب ده خلصت يعتبر ربعه دلوقتي، وهخلص بقى بقيته، بس جميل حلو. انا بحب القرايه يعني. بنوتي هي اللي عودتني بصراحه عليها، ما كنتش بحبها خالص. بدات بقى تجيب لي كتب معايا وبدات اخد قصص. يعني ايه هوايتي بتتغير مع الوقت بقى. انت كده كده هوايتك هتتغير مع الوقت مع السن، هواياتكم هتتغير. الاول كنت بحب الخروج جدا جدا جدا، يعني من عشاق الخروج. بقيت دلوقتي بيتوتية شوية. آه يعني بحاول اخرج مع بناتي شويه وامتعهم وكده. انا ما زلت برضو يعني مش هقول لكم قوي، بس كنت الاول مدمنه خروج، مدمنه. ما كانش يعدي عليا يوم غير لما اخرج. دلوقتي عادي ممكن اقعد باليومين والتلاتة، وعندي استعداد بالاسبوع عادي ما اخرجش برا البيت، ما عنديش مشكله. مش عارفه بقى يعني السن بقى والايام وكده، فايه، فالحياة بتتغير يعني. وانت كده كده مع الوقت الظروف بتاعتك هتتغير، فانت مش هتبقى عايزة تخرجي مرة، هتخرجي. يعني التوقيتات بتفرق معاكي. بس اهم حاجة استمتعي بكل لحظة في حياتك. لو ما استمتعتيش بكل لحظة في حياتك هتعدي عليكي، هتقولي يا ريتني كنت. ما فيش كلمة يا ريتني، خليكي في دلوقتي. بجد استمتعي بحياتك واستمتعي بيومك واستمتعي. عايزه اقولك استمتعي بغسيل المواعين، استمتعي بغسيل الحاجه في بيتك. احنا كستات بيوت دي اكتر يعني اكتر حب في حياتنا ان احنا ما نلاقيش في الحوض مواعين. ايه المشكله؟ عادي استمتعي بفنجان القهوه، استمتعي بكوبايه الشاي. بجد الحته اللي ما تعجبكيش ما تروحهاش، والحته اللي تعجبك في الكلمه الحلوه خديها. ايه المشكله؟ والكلمة الوحشة شيليها من دماغك عادي. ما تعلميش بظروف الناس اللي قدامك، يعني فيها ايه ولا شايلة ايه. ممكن تبقي في نفس الموقف بتاعها وتردي نفس الرد. فيعني بصوا، التمسي لاخوك المسلم الف عذر. عادي، ايه المشكلة؟ كلنا في عندنا ضغوطات وكلنا شايلين وكلنا. فيعني حاولي تسندي اللي حواليكي بكلمة حلوة. واهم حاجة يا بنات، اهم حاجة جبر الخواطر. بجد بتفرق مع النفسية جدا. بيقولولك ايه؟ قابليني ولا تغديني. يعني مقابلة الناس، ومش مهم تأكليهم، مش مهم تغديهم، مش مهم
مش مهم حاجة بجد. يعني قابلي الناس بحب، قابلي الناس. لو عاملة فيكي ايه وجاتلك بيتك كأن مفيش اي حاجة حصلت، ولا كل مصارين بطن بتتعالج زي ما بيقولوا. يعني كل الناس، كل ما هتقربي من حد كل ما هتشوفي عيوبه وشوفي مميزاته، وانت عندك عيوب برضه وعندك مميزات. ايه المشكلة؟ اما آه نحاول لما تيجي تشوفي الشيطان بقى بيخشلك من الدخلة دي، تشوفي مش عارفة ده عملت ايه، ده قالت ايه، ده لا، ما يمكن فيها ضغوطات، فيها نفسيتها تعبانة. صح ولا انا بقول غلط؟ شفتوا اتكلمنا حبة كلام بقى، خلصنا المواعين في ثانية ازاي. يلا بقى خشي، انا عارفة ان انت عندك حبة مواعين كده وحبة غسيل، قومي خلصيهم. واهم حاجة فنجان القهوة ده، صح؟ خدت بقى فنجان القهوة بتاعي وخدته بره كده بقى واستقنيصت بيه. وبكده يكون الفيديو خلص معاكم. باي. لايك بقى وشير لاصحابكم، ما تنسونيش في حفظ الله يا بنات.